السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير كتير. ما تنسونوش بقى في اللايك يا اولاد. لو اول مره تشوفوا القناه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونقدر كده نستمر مع بعض. بحبكم كتير وهعمل معاكم روتين. بصوا الروتين النهارده فظيع خطير، تستفادوا والله العظيم. بس شوفوا الفيديو للاخر والاعلانات للاخر يا ولاد، عشان انا بحبكم كتير. انتوا اخواتي وحبايبي الغاليين عليا. البت لقاء بقى هي اللي بتصورني. بص انا كان عندي عزومه النهارده، يعني عزومه جامده. فبعدين ايه ده المطبخ كده بعد العزومه يا دوب خلصت، الناس مشيت، مسكت المواعين كلها غسلتها. بصوا كان عندي كميه مواعين، كان عندي كميه مواعين بقى غير طبيعيه. بس طول ما انا واقفه يا ولاد بطبخ بقى ايه اللي بيتوسخ بغسله كده على طول اول باول. بس طبعا بيتبقى بقى اكل بقى في الحلل وكده، مسكتها غسلتها ونضفتها بعد الفطار وبعد ما الناس مشيوا، ومسكتهم مسكتهم بقى سبتهم لما نشفوا خالص، وامسكهم بقى ارتبهم برضو في المطبخ. دلوقتي شايفين المطبخ بعد ما الولد زياد دينا بقى شكله جميل قوي يا اولاد، ونور المطبخ كده واداله حلاوه ونور كده في المطبخ، حاجه كده تفتح النفس يا اولاد. آه، لو وصلتوا لغايه هنا بقى من الفيديو ما تنسونيش في اللايك. انا بحبكم كتير، انتوا اخواتي وحبايبي الغاليين عليا. يا رب ما نحرم منكم ابدا يا اولاد، ودايما كده في حياتي، وربنا يديم الحب ما بيننا في الله. يا رب كده. ووقفوا معايا بقى وكملوا الفيديوهات للاخر، الاعلانات للاخر، علشان القناه ترفع بقى يا اولاد وحقق الشوط الرابع. انا بحبكم كتير اخواتي وحبايبي الغاليين عليا. همسك بقى المواعين، خلاص المواعين كلها كانت نشفت اهي خلاص. همسكها برضه ارصها بقى كلها فوق بعضها، وامسكها ارصها في المطبخ بقى من جوه من الخشب. شايفين والله العظيم يا ولاد انا شطوره، خلصت كل حاجه والمطبخ رايق وزي الفل، والبوتاجاز كمان مسحته. بص ده استحاله ان انا اطبخ على البوتاجاز وهو مش نضيف. طول ما انا واقفه بطبخ بمسح في البوتاجاز وبروق فيه، بغسل مواعين. شايفين الحوض ما فيهوش اي حاجه وسخه خالص. آه، طول ما انت ايدك في الحاجة ومش بتكسلي او مش، لا لازم تقومي تشجعي بقى وتروقي الدنيا كده عشان ربنا يروق لك الحال يا رب. عايزه اقول لكم بقى ان انا ولقاء طول ما احنا واقفين بنتخانق في التصوير. والله العظيم انا كنت قايله لها يا لقاء انا هصور اصلا صوت وصوره، بس لقيت في الاخر بقى خناقات كتير، قمت قايله لا انا مش هطلع لكم بقى الخناقات بتاعتنا دي، خليكم واخدين عننا الفكره الحلوه كده. إيه، اليومين كمان اللي انا كنت تعبانه فيهم المطبخ كان يضرب يقلب. اي والله يا ولاد، كانت العيال هي اللي بتعمل الفطار. يعني يوم اسراء وزيد هم اللي عملوا الفطار، ويومين لقاء هي اللي عملت فيهم الفطار. والعيال كانت متبهدله جامد بقى، ومبهدله لي المطبخ ومبهدله لي المواعين، وحاجه كده كانت صعبه والله العظيم. لازم يعني بصوا، ربنا يا رب يديلنا كلنا الصحة يا رب. والواحدة من غير صحتها ما تسواش أي حاجة. الواحدة الوحدانية اللي هي بإيدها كل حاجة، مهما العيال بتعمل وكل حاجة، بس مش هيعملوا زي الأم أبدا. كانوا بيعملوا أكل بيعملوا كل حاجة، بس ما كانوش والله. وزياد يوم هو اللي غسل المواعين يا ولاد، بس طبعا مش هيعملوا زي ما أنا بعمل. فكان لازم بقى اعمل شايفين المواعين، انا قاعده بقى اقول لهم اتظبطوا بقى اتظبطوا، ما فيليش خلق. آه، فمهما العيال بتعمل يعوديهم ان انت اما تكوني تعبانه او يكون في حاجه او في اي ظروف مش قادره تعملي لهم، يعتمدوا على نفسهم ويعملوا. مش عيب ولا حرام. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في مهنه اهل بيت. يعني زياد والله يا ولاد كان بيعمل فطار مع اخواته، ربنا يا رب يخليه ويهديه ويحميه يا رب العالمين. من المطبخ كده خلاص بقى رايق، وعينت المواعين بقى كلها. آه، والدنيا كلها انا كده بقى رايقه كده بقى تمام، مزاجي كده فل بدم. المطبخ بتاعي رايق، اهم حاجه عندي في الشقه المطبخ. انا اصلا بحب المطبخ يا ولاد، بحب ابقى اطبخ دي ماكينه الشيبسي برضو. مسكتها برضو نظفتها. كانوا العيال كل يوم لازم، انتوا عارفين لازم كل يوم الشيبسي اساسا عندنا على الفطار. فالعيال كانوا مطلعينها بقى، مسكتها برضو غسلتها ونشفتها. والعلبه دي يا ولاد فيها بهارات، انا جايبه البهارات دي خطيره جميله قوي، مخليه الاكله النهارده في العزومه تحفه تحفه كده. شايفين بهارات فراخ وبهارات لحمه وبهارات 7 بهارات
بكمون بقى وكزبرة وفلفل اسود. لكم بقى يا ولاد عن الاصوات الخلفية اللي جنبي دي يا ولاد، ده الطبيعي بتاعي. ده برضو دي نشا البت لقاء كانت جايباها، كانت عامله لنا منها توميه، فبقول لها يا لقاء دي قامت تقول لي ده نشا يا ماما، فقمت ماسكاها برضو حطاها في العلبه اللي هي بتاعه الزبيب وجوز الهند، عشان يبقى كل حاجه كده مع بعضها، علبه البهارات لوحدها والعلبه ده انا حاطه فيها زبيب وجوز الهند. احنا كنا بالليل طبعا بعد الفطار يا ولاد، لا تقولوا ده انا فاطره يا في ايه، اهو شوي فين بشرط كده شويه زبيب وانا واقفه اهو، بقول لكم لسه بدري على الاداء، لازم قبل ما انام تكون الدنيا كلها متظبطه كده وكل حاجه زي الفل وزي العسل. انام بقى كده رايقين، والصبح بقى نقوم نروح الشغل بقى ونشوف هنعمل اكل كان ربنا يا رب يروق لكم الحال ويخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو بقى اكتبوا لي كومنتات كتير ايجابيه، لان انا اليومين دول النفسيه في الارض خالص. وادعموا لي القناه بقى يا اولاد علشان استمر معاكم كده ونطلع لايف ونطلع بقى نلعلع بالضحكه زي الاول كده. هنا برضو الخزنه ده انا كنت حاطه فيها يا اولاد الكوبايات، فطبعا انا خدت بقى كوبايات كتير للعصاير وكده، فبرضو كوبايات غسلتها ونشفتها، امسكها برضو احطها كلها في المطبخ تاني اهو. كل حاجة تترتب وترجع زي ما كان. انا بعشق النظام، يعني انا احب ان الابرة تقع مني كده ترن في الارض، اتجن لو جيت اخد حاجة وما لقيتهاش مكانها، يعني حتى الولاعة جنب مكان معين جنب البوتاجاز، لو مديت ايدي على الولاعة وجيت اجيبها وما لقيتهاش اتجن، حتى لو هي بس جنب اتنقلت بس خطوة سنتي واحد من مكانها اتجن وما اشوفهاش، يعني ممكن تكون قدام عيني وما اشوفهاش. فبحب النظام بصوا بطريقه رهيبه، يعني مش بحب انقل اي حاجه من مكانها، مش من هوايه اللي انا اقعد انقل بقى كل يوم حاجه ومش عارفه ايه، لا. الطبق وقع في الحوض يا دي النيله مالك اهو. رصيت بقى الكوبايات كلها، والبنت قاعده تتخانق معايا تقول لي سيبي لي كوبايه من الطوله دي يا ماما، قلت لها اسكتي يا بنت، كيف انت خليتها عندي كوبايات. دي برضو كانت معلق كنت جايباها ولا عشان بقى معلق صغير، فهعينها برضو عشان كنت عاملة حلويات بقى وكده، فهمسك عينها برضو في الكيس بتاعها تاني. ونمسك بقى نعين كل حاجة مكانها، ونحط كل حاجة مكانها عشان لما نيجي نحتاجها تاني نلاقيها. حطوا لايك بقى يا غاليين عليا، بحبكم كتير، احلى اخوات في الدنيا واحلى عيلة في الدنيا، بجد تعليقاتكم بتفرق معايا كتير وبجد والله العظيم. فعايزاكم بس تدعولي اليومين دول كتير، لان انا بصوا نفسيتي وحشه قوي، وادعموا لي القناه وشوفوا الفيديوهات للاخر والاعلانات للاخر لو انتوا بتحبوني يعني وليا معزه عندكم. زي ما انا بحاول ابسطكم فانتوا برضك لازم تحاولوا تبسطوني، ان انتوا ترفعوا لي القناه. المطبخ خلاص رايق، ربنا يروق لكم حالكم يا رب. انا كده هننام بقى ان شاء الله، وكل حاجه تمام وكل حاجه فل كده، ربنا يروق لكم الحال يا رب ويخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، يا احلى اخوات في الدنيا واحلى عيله في الدنيا، عيله زوزة يا ولاد، بحبكم كتير اهو. كل ما اجي اسجل الاقي توك توك جاي، الاقي حد جاي واقف جنبي وانا بسجل، اصلا قاعده بسجل لكم الوقت وانا قاعده على المحطه. والله كان الصوت جميل قوي، كنت عايزه اسجل لكم الصوت والصوره مع بعض، بس انا ولقاء قعدنا نتخانق كتير نضرب بعض كده. خلاص المطبخ رايق، ما عادش فيه اي حاجه. بحبكم كتير، حطوا لايك، السلام عليكم.